شايفين؟ دي قبل ما تخش غسالة الأطباق ودي بعد ما طلعت. بالنسبة بقى للناس اللي بتقول ان غسالة الأطباق مش مفيدة ومش مهمة، انا عذراهم والله، لان انا كنت فاكرة كده برضو في الاول. عايزة اقول لكم ان فعلا هي مش مفيدة ومش مهمة للناس اللي مش بتعرف ترتبها وتستخدمها صح، وللناس برضو اللي ما بتستخدمش مسحوق كويس. لان انت لو رتبتي الغسالة غلط، حطيتي مسحوق وحش، النتيجة هتطلع لك وحشة جدا وتكرهي غسالة الأطباق وسنينها. معلش عندي برد فتلاقيني مخنفة شوية. انا عايزاكم تركزوا كده في التفاصيل. الحاجات انا بحطها حرفيا، انا ما بشطفهاش، عشان الناس اللي بتقولك بنشطف الحاجة ومش بنشطف. انا مش بشطف اي حاجة، انا بشيل بس بواقي الاكل منها بالمعلقة بمنديل باي حاجة. واهم حاجة الترصيصة، انتي ممكن تشوفي ان الحاجة فوق بعضها، لا الحاجات دي محطوطة بترتيب معين. ده المسحوق اللي انا بستخدمه، باخد نص قرص بس، ونص قرص كافي جدا وبيطلع المواعين حرفيا فل شمعة.